السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك وشير وسبسكرايب لأم آية. وتعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونعمل احلى قرص بقى بتاعة الافران بمحشية عجوة. بصوا، طرية وهشة وجميلة. اعمليها في البيت بطريقة سهلة جدا وما تصعبيش الامور عليكي، ومع كوباية شاي كده وفطري ولادك بيها. هنسمي الله. طبعا هنا معايا 2 كيلو دقيق، ومعايا باكو من الخميرة ومعلقة كده فوق الباكو، تمام، ومعلقة بيكنج باودر وظرفين من الفانيليا، تمام كده. طبعا انا نخلة الدقيق ومعلقة ملح صغيرة و3 معالق من السكر، وقلبتهم كويس جدا جدا. ومعايا هنا معلقتين او 3 اللي هو السمسم محمص، قلبتهم. وحطيت كده 3 معالق من الزيت. هنا بقى معايا كوباية ونص من السمنة، كنت مدفياها وسبتها كده لما تبرد كده براحتها خالص. وبعد كده بقى بدأت بس بقى الدقيق بالسمنة كده واغلفها كلها وخليها تتشرب بيها زي ما حضراتكم شايفين كده. بقيت اخليها زي حبة الرمل بالظبط، كل الدقيق متشرب بالسمنة اللي معايا. يلا حبايب قلبي كده، متنسوش تحطوا لي لايك، حطوا لايك للفيديو عشان الفيديو يرفع معايا. بدأت بقى اغلفها كده بالسمنة كويس. معايا بقى كوبايتين من اللبن دافيين، عشان طبعا انتوا عارفين الجو ساقع وكده. بدأت بقى اعجن، اخدت يعني مش كل الدقيق بياخد زي بعضه. حاولي شوية شوية لحد ما الدقيق يتشرب. طبعا العجينة بتبقى تشد معاكي في الشتاء، فبتحتاج كتير لمية او للبن كتير، فحاولي تعجنيها وتمسكي ايديك عشان ايه، تتحكمي انتي فيها بدل هي ما تتحكم فيكي. وبدأت بقى خلاص، كنت مولعة الفرن وطفيته عشان احط العجينة فيه، تمام كده يا حبايب قلبي، عشان ايه تختمر معايا بسرعة. معايا بقى هنا عجوة كنت جايباها من السوق. العجوة ديت بتاعت المعجنات، حلوة جدا على فكرة. كنت جايباها من الراجل وخايفة بس طلعت جميلة. عليها معلقة، دفيتها بس كده على النار، على معلقة من السمنة، على معلقتين من السمسم، وقلبتها كويس جدا كده يا حبايبي. وبدأت بقى ايه، اكورها بقى، خدتش مني اي حاجة خالص. هنا بقى كانت العجينة معايا ما شاء الله اختمرت. بدأت بقى ايه اكورها كده الكور صغيرة. طبعا هتعمليها بقى كور صغيرة، تعمليها كبيرة، دي حسب راحتك انت او حسب الرغبة. كده خلصت الكمية كلها وما شاء الله عملت معايا كمية حلوة. كنت عاملة واحدة كبيرة بقى واحدة صغيرة، احنا اللي هناكلها في البيت. بدأت بقى ما شاء الله العجينة كانت معايا كويسة، واعمل على طول كده زي ما حضراتكم شايفينه بوز السكينة. وبدأت كده اعملها على شكل وردة. لو حابة تسيبيها كده انت وراحتك، ولو مش هتعمليها بالسكينة بالمقص، يعني شكل حلو. الولاد بيحبوا الاشكال دي في المعجنات او الحاجات دي في المعجنات، تغيير وحاجة كويسة للولاد. عايزة اقول لكم ان ولادي بيحبوا المعجنات جدا او القرص بالعجوة جدا جدا. هنا سبتها بقى بعد ما خلصت الكمية كلها، لقيت الاول 2 عملتهم كانوا اختمروا كده ما شاء الله، ارتفعوا معايا. جبت صفار بيضة، عليهم معلقتين من اللبن، عليهم بقى ايه ظرف من الفانيليا، وقلبتهم كويس جدا. الستاند بتاعي كل شوية بيطفي، فالإضاءة بتبقى مش حلوة خالص. بدأت بقى أدهن الوش كده الفطاير بتاعتي، أدهنها كويس زي ما حضراتكم شايفين. عندك بقى سمسم، عندك حبة البركة، بتحطيها بقى على وش الفطاير بتاعتك، بتخليها حلوة جدا. يلا حبايب قلبي، لو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسيش تحطي لايك، ما تبخليش عليا باللايك، وتشيري الفيديو على قد ما تقدري. كنت عاملة بقى منها اشكال كتيرة كده ما شاء الله، عشان الولاد ايه
يفرحوا بها كده، وفرحي ولادك واعملي الحاجة في البيت. حتى لو هتعمليها مش زي الأفران، فكفاية ان هي تبقى من ايديكي، وكفاية ان انت هتوفري كتير جدا على ما تشتريها من بره. طبعا القرص السادة ديت كانت العجوة خلصت، فقلت اعمل كام واحدة كده. طبعا اي بنتي تسلم ايديها، هي اللي عملتهم. اي نعم هي كبرتهم شوية، بس تسلم ايديها. قالت اساعدك يا ماما، قلت لها يلا ماشي. هنا بدأت كنت بسويهم طبعا على السطح، بدأت احولهم كده وسبتهم. ما شاء الله شفتوا الجمال بجد. كانت الكاميرا كمان ظلمة لونهم كمان، يعني هما كانوا حلوين جدا جدا. اول ما بطلعهم من الفرن بتغطي عليهم، مش هترشيهم ميه ولا اي حاجه ولا بخاخ ولا الكلام ده كله. انت اصلا اول ما تطلعيها القرص وهي سخنه معاكي، وهتغطي عليها بفوطه، هي اساسا هتبقى طريه وهتبقى جميله جدا معاكي، مش هتبقى محتاجه لاي حاجه. بدأت بقى كده ايه ارصهم في حاجه، بس للاسف جت صغيره، فبدأت انقلهم في الصينيه اكبر يعني. هنا بدأت بقى ارصهم في صينيه اكبر زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان تاخد الكمية كلها. وبالفوطة اللي معايا قمت مغطية عليهم. ما شاء الله كانت كلها اشكال حلوة، وكانت طعمها حلو جدا. اعمليها كده مع كوباية شاي حلوة كده، وبجد يعني تحفة. عاوزة اقول لكم، طول ما انا بعمل المعجنات دي في البيت ولادي ما ببطلوش ياكلوا منها.